اهلا وسهلا بكم. ازيكم عاملين ايه؟ انا عبد الرحمن ورجعت لكم في حلقه جديده من كورس الاتمته باستخدام الاناتام او الاوتوميشن باي اناتام. النهارده هنتكلم عن واحده من اهم الحاجات اللي اي حد بيشتغل اونلاين محتاجها، ازاي تعمل جدولة وتحميل تلقائي للفيديوهات على اليوتيوب. الموضوع ده مش بس هيوفر لك وقت ومجهود، لكن كمان ممكن يكون مصدر دخل ثابت ليك لو قدرت تستغله صح. يعني ايه اتمتة رفع الفيديوهات على اليوتيوب؟ بدل ما تفتح يوتيوب وتعمل رفع لفيديو وتكتب التفاصيل بنفسك، تقدر تخلي الانات ان يعمل كل ده اوتوماتيك. تقدر تخليه تختار وقت محدد للفيديوهات تنزل فيه الفيديوهات بتاعتك اللي هو الجدولة، وتقدر كمان ترفع الفيديوهات بمجرد ما تحطها في فولدر على الكمبيوتر او جوجل درايف بتاعك، او حتى تبعتها على التليجرام. الاستخدام في الحياة اليومية والشغل، لو انت يوتيوبر او بتعمل محتوى هتوفر وقت رهيب. لو بتدير قنوات لعملاء شركات واشخاص، تقدر تجهز المحتوى كله مرة واحدة وتسيب الاتمتة ترفع. لو بتشتغل في التسويق، تقدر تضمن ان الفيديوهات بتنزل في افضل وقت للجمهور. لو انت بتعمل لو انت عايز تعمل مصدر دخل، ممكن تدير قنوات غيرك وتاخد فلوس على خدمات النشر التلقائي. طيب ازاي بتكسب فلوس في الأتمتة؟ دي هنقولها في آخر الفيديو. تمام، ده كده الشكل، ده هيكون الشكل النهائي لليوتيوب اوتوميشن ابلودينج اللي احنا عايزين نوصل. فهنبدأ نبنيه مع بعض واحدة واحدة. هنيجي هنا عند الانت ان، هندوس ده الانت ان، ده السوفت وير اللي بنبني عليه، هو ده موجود اونلاين. ده السوفت وير الموجود اونلاين، هنبني عليه الاوتوميشن بروسيس بتاعتنا. بعد ما نعمل ساين اب نجهز الاكونت بتاعنا، هنيجي هنا على علامة بلس هندوس عليها، هندوس على كلمة work flow. شو انا عملت save I think. هنيجي هنا عند first step، ده اللي هنبدأ بيه الاوتوميشن بتاعنا. هنسيرش على حاجة اسمها schedule trigger. ده اللي هو لما نيجي بنشغل الاوتوميشن بتاعنا او الانات بتاعنا ده اللي بيخليه يبدأ مع نفسه. مش بنضطر احنا كل مرة ندخل نقول له ابدأ دلوقتي، اعمل لي الاوتوميشن او بروسيس بتاعك دلوقتي. لا، هو هيبدأ مع نفسه في الوقت اللي احنا هنحدده بالحاجات دي كلها. يعني احنا هنا هنقول له كل يوم على الميد نايت، يعني الساعة 12 بالليل، انت هتبدأ تعمل اكسكيوت او هتشغل الاوتوميت ده كله. لو انت تقدر تعمله كل ساعة، عايزه كل اسبوع، كل شهر، كل ثانية، ممكن تعمل كاستم او كرون جوب اسمه. ده اللي هو تقدر تقول له مثلا انا عايز الحد الساعة 2، التلات الساعة 4، الخميس الساعة 6، وهكذا. ده لو اسمه كاستمايزيشن لحد بس دلوقتي هنسيبه بس على الوضع الطبيعي بتاعه كده. وبعد كده تاني حاجة هنيجي نعملها، هنضيفها هنا، محتاجين نضيف جوجل شيتس، وهنختار هنا من جوجل شيتس الريد. عايزين الجيت رو شيتس. الجيت رو شيتس ده من الاخر علشان نقدر نجيب الداتا اللي احنا عايزينها. علشان نعمل كونكت ليها، بنختار الكريدنشلز بتاعتنا. لو انتوا عايزين فيديو اشرح لكم ازاي بنعمل كونكت بين الانت ان والجوجل شيتس وكل الكريدنشلز، اكتبوا لي في الكومنتس وانا هكتبها لكم، اعمل لكم فيديو جديد بيها. بعد ما بنسلكت الكريدنشلز بتاعتنا، بنروح على الريسورس بتاعنا وبنختار شيت within a document. بعد كده بنروح على حاجة اسمها الاوبريشن. الاوبريشن ده هو اوتوماتيك عشان احنا اخترنا جيت رو، هو بيختار برضه جيت رو. وبعد كده بنروح على الدوكيمنت عشان نختار اني فولدر لينا. لما بنيجي بنختار الفولدر بتاعنا، احنا بنختاره، بنعمل هو get by id في by url، بس انا بفضل by id عشان id على طول بيبقى accurate، وطبعا ال url accurate على طول. طب ال id احنا بنجيبه ازاي؟ لو انت جيت فتحت بصيت على اللينك بتاع جوجل شيتس، لو انت مثلا فتحت جوجل شيتس هنا، ده فايل انا عملت له كرييت. زي ما انتم شايفين هنا في الديت، الفيديو فول نيم، التايتل بتاع الفيديو ده اللي هيبقى على اليوتيوب نفسه، والديسكريبشن اللي احنا عايزين نكتبه في اليوتيوب نفسه، والستاتس بتاعتها هل ده سكادولد ولا ابلودد. طيب احنا بنعرف نجيب من فين الاي دي بتاع جوجل شيتس عامه؟ انت هتلاقيه في اللينك بتاعه
هتلاقيه موجود على الشكل ده. لو ده نعتبر ده اللينك بتاع جوجل شيتس او السبريد شيتس، هتلاقي الجوجل شيت اي دي بتاعك هو هنا بعد /d وقبل /edit، هو ده الاي دي بتاعك. وبعد كده ده اليو ار ال اي دي. وبعد كده محتاج الاي دي بتاع الشيت نفسه. انت عندك طبعا جوجل شيتس في اكتر من حاجه، في شيت 1 وفي شيت 2، تقدر تاد شيتس براحتك زي ما تحب. فهتجيب اللينك من الطريقه دي. بعد كده تعمل بيست للاي دي بتاعك. نفترض الاي دي بتاعي اللي هو ده. طبعا محدش يقدر يستخدم الاي دي ده غير لازم تكون انت عامل كونكت مع جوجل شيتس عن طريق النت بتاعك. بعد كده بتختار الشيت بتاعك، تقول له هنا برضو باي اي دي وتكتب 0. وانس ان انت بتكتب 0 خلاص انت كده عملت فيتش للاي دي بتاعك. انت دلوقتي هنا بتقول له انت عايز تجت انهي كولوم بالظبط. فانت هنا اللي يهمك ان انت تقاد في الفلترز بتاعتك انهي يوم بالظبط انت عايز. هنا لو انت عملت سيلكت هتلاقي كل اسامي التيبل بتاعتك. انت عندك ديت، فيديو فول نيم، تايتل، ديسكريبشن، ستاتس. هتلاقي ديت، فيديو فول نيم، فايل نيم، تايتل، ديسكريبشن، ستاتس. لو انا اخترت ديت، طب انهي ديت انا هكون عايزه؟ ما انا ممكن اختار اي ديت، بس انا عايز اقول له اختار انت الديت عشان ده المفروض هيشتغل وانا مش شايفه او انا مش موجود. ده المفروض هيشتغل مع نفسه. فلما بعد كده باجي اقول له الفاليو، بعمل حاجه اسمها الاكسبريشن، بكتبه، بعمل دبل كيرلي بريسز، بعد كده بكتب ديت تايم دوت ناو، افتحها في البراكت. وبعد كده اقول له انا عايزها دي بفورمات معينه. زي ما انت شايف هنا هو جاب لي النهارده 31/8/2025 ودي الساعه. طيب لو انا عايز فورمات معينه اللي هو السنه، الشهر، اليوم، هجيبها له ازاي؟ اقول له فورمات دوت فورمات، بعد كده اكتب الطريقه اللي انا عايزها اللي هي دي، اللي هو year month date. هتلاقي الريزلت طلع لنا 31/8/25. دي بنفس الطريقه لو ركزتوا اللي انا بكتب بيها هنا كده بالظبط عشان يعرف يقراها بسهوله. طب وانس ان هو عمل ماتش، فلنفترض ده 31/8 أو أغسطس 25، فنفترض ده كده. فهو هيقرا اللاين ده بس، يعني هو هيقرا الصف ده بس كله. تمام. وبعد كده برضو بزيد له فلتر، بقول له هات لي الستيتس بتاعتهم، الحاله بتاعتهم ان هم يكونوا سكيدولد، ان هم اتجدولوا محطوطين على الجدول، ان هم جاهزين، ما تعمل لهمش نشر لسه، اللي هو زي ده مثلا. فهو بعد كده لو لقى ان ده بس، يعني لو هو دخل عمل سيرش لقى التاريخ ده بس لقاها ابلودد، هي اوريدي اصلا موجوده على اليوتيوب، فهو مش هيجي جنبها. طب احنا ليه بنعمل 2 فلتر؟ عشان احنا ممكن يكون عندنا اكتر من فيديو. ممكن يكون عندنا الفيديو ده، وممكن يكون عندنا الفيديو اللي فوق وده برضه، بس ده سكيدولد وده ابلودد. فده هو هياخد الابلودد، هياخد السكيدولد ويروح يحطه على اليوتيوب. وبعد كده خلاص دي كل الفلاتر اللي انا محتاجها. تمام بس كده. وبعد كده مثلا في كومباينيشن، مثلا لو الاوبشن مثلا اقول له رجع لي اول واحد تماتش معاه، اول واحد يكون فيه الخصائص دي كلها، اعمل له كده عشان ما يقعدش يلف كتير، ما يجيبليش واحد والتاني والتالت. انا عايز اول واحد تلاقيه فيه الصفات دي هاتولي على طول. تمام، دي اول حاجه. فانا كده عندي التريجر، وعندي دلوقتي يعني كده ده البدايه. هيبدا النهارده الساعه 12 بالليل، هيدخل على جوجل شيتس يجيب لي الداتا اللي انا طالبها، اللي هو من الاخر هيجيب لي الكولوم ده. خلينا نغير دي سكادولد كده عشان يعرف يجيبها لي. تمام. وبعد كده بدوس سيف. اهم حاجه يفضل متسيف عشان اعرف كل الخطط بتاعتي. طيب هنروح على الحالة التانية واللي هي جوجل درايف. بنروح على الحالة التانية اللي هي الستيب التانية اللي هي جوجل درايف.
طيب ليه جوجل درايف؟ انا بستخدم جوجل درايف علشان اقدر اجيب منه الداتا، الفيديوهات اللي انا محتاجها. زي ما قلت لكم احنا بنابلود الفيديوهات على الجوجل درايف، بنسيبها بالشكل ده، وبعد كده بناخدها بنبعتها على اليوتيوب من غير ما خلاص احنا اخرنا هنعمل ابلود للفيديوز بتاعتنا ونكتب التواريخ والحاجات بتاعتنا اللي احنا عايزين نعملها ابلود على اليوتيوب، وبعد كده نسيب الاوتوميشن هو كل يوم مع نفسه يدخل يجيب الفيديو ويخش يجيبه من الفولدر ويعمل له ابلود وخلاص على كده. طيب احنا لما نيجي بنسيرش هنا على جوجل درايف، احنا عندنا هنا اكتر من اكشن، عندنا 17 اكشن، 17 حاجه ممكن نعملها بجوجل درايف. طيب احنا هنا هنحتاج انهي؟ احنا محتاجين سيرش فايل اند فولدر، عايزين ندور على السيرش فايل او فولدر. تمام. طيب احنا هنا خلينا نرن ده عشان نشوف الداتا شكلها عامل ازاي. انا هنا كده اشتغلت، بدأته، بعدين ده جاب الاوتبوت بتاعتي هنا، هو دخل لقى الداتا دي. خلينا نسيب الداتا، خلينا نعملها بين عشان ايه ما نضطرش نعمل لها رن كل شويه. بعد كده هنعمل موف، هنلينك الشيت بتاعتنا مع جوجل درايف عشان يعرف يقرا الداتا اللي احنا محتاجينها. طيب هنا في جوجل درايف برضو نفس الكلام، لازم نعمل له كونكت على الاكونت اللي احنا عايزينه. وبرضو قولي لي في التعليقات برضو في الكومنتس لو انتوا عايزين نعمل لكم فيديو ازاي نكونكت الاثنين على بعض. بس هنا هنختار جوجل درايف، بعد كده هنختار السورس بتاعنا هيكون فولدر، الاوبريشن هيكون سيرش، والسيرش الميثود بتاعتنا هتكون فولدر او الفايل نيم. طيب الفايل نيم هيكون ايه هو؟ انا مش هدخل كل شويه اقول للبروسيس دي خد الفايل ده اعملوا لي سيرش، لا، لكن عندنا احنا هنا في الانبوت بتاعنا اوريدي اللي جالنا من الفايل هتلاقينا في الاوتبوت بتاعنا كل ده احنا محتاجين الفيديو فايل نيم، فبناخد دراج بنجره، بندوس عليه ضغطه طويله، نجره وننزله هنا فين؟ في السيرش ميثود. تمام. سوري، السيرش ميثود. سيرش مثلا على سيرش فايل، معلش. لكن سيرش كويري بناخد دراج ونحطه هنا فين؟ في السيرش كويري. تمام. بالفايل نيم، فهو هيدخل على جوجل درايف بتاعي هلاقي كذا فايل، جوه الفولدر اللي اسمه فيديو هلاقي الفايل ده اللي انا كاتبه له، اللي عليه الدور ان هو يتنشر النهارده، اللي هو ده. وبعد كده برجع تاني، الليميت بتاعنا 50، الفلتر بتاعنا هو المفروض عشان نسهل عملية السيرش بتاعه، فاحنا عايزين نقول له خش في الفولدر اللي انا عامله اللي اسمه فيديوز، ده اللي فيه الفيديوهات اللي عايزك تدور فيها على الفيديو ده بالاخص. فانا بدخل بقول له الفلتر بتاعك from list، اسمه من الفولدر، واسم الفولدر هتلاقيه جوه الفيديو. تمام. وبعد كده بنكسكيوت. تمام. هو كده دخل ولقاه وخد الاي دي بتاعه وخد النيم بتاعه. برضه هنعمل نفس الحركه بتاعتنا اللي هي البن عشان نقدر نسيفين الداتا، مش لازم نعمل لها ران كل شويه. وبعد كده هندخل على الخطوه الثانيه او المرحله الثانيه اللي هي هنعمل داونلود للفيديو نفسه ونعمل له ابلود او نحطه على اليوتيوب شانل بتاعتنا. هنعمل هنا بلس، برضه هندور على جوجل درايف، بس في الحالة دي محتاجين داونلود فايل. ايه داونلود فايل؟ عشان ناخد الفيديو من اليوتيوب ده من جوجل درايف بتاعنا نحطه عندنا في السيستم بتاع الاوتوميشن عشان بعد كده نرفعه على اليوتيوب. طيب هنا احنا كده ده فتحنا الانستنت او النود بتاعة الداونلود فايل. برضه نفس الكلام، هنختار الكريدنشالز بتاعتنا عشان يعرف يتعامل مع جوجل على طول، والسورس بتاع الفايل والاوبريشن داونلود زي ما هي. طيب الفايل نيم هجيبه من فين؟ في قدامنا كذا طريقه نسيرش بيها. ممكن اليو ار ال بتاع الفايل نفسه، وفي الاي دي. احنا هنا اوريدي لو اخترنا اي دي احنا اصلا عندنا الاي دي بتاع الفيديو، وهنعمل دراج برضو نفس الكلام، دروب نحطه هنا في الخانه دي بس كده. هو هيدخل بعد كده اوتوماتيك يجيب السيرش بتاع ده، فهنعمل اكسكيوت. دي هتاخد شويه وقت عشان هو بيداونلود الفيديو نفسه عندنا في النود بتاعتنا. خلاص الداونلود بتاعتنا وارجع لك تاني. زي ما انتم شايفين هو خلاص داونلود، خلاص الدنيا عملت علامة الصح. هفتح
تمام. الفيديو موجود، الداتا بتاعتنا، بس هنا ما اقدرش اعمل بن عشان ده فيديو، ده باينري داتا. هرتب الشكل بتاعنا، اخليه كده، وده كده الليفل التاني. وبعد ما بنعمل داونلود، للفايل بتاعنا، بنروح ساعتها للبطل بتاعنا الاساسي اللي هو اليوتيوب. لو عملنا سيرش على يوتيوب هيجي لنا كذا حاجة. احنا عندنا اكتر من 20 اكشن او 20 اكشن we can use it. ممكن نقدر نستخدم واحد منهم اللي هو upload الفيديو ده. هيفتح لنا الانستنت بتاعتنا. خلينا نعمل لها كونكت، نوصلها توصيلة بالظبط كده، بنجر السهم عليها وخلاص. طيب احنا هنا عندنا الاوبريشن برضو جاهزة. انا بكونكت اليوتيوب شانل بتاعتي عن طريق كريدنشلز، برضو ممكن اعمل لكم فيديو تاني عليها، قولوا لي في الكومنتس لو انتم محتاجين. طيب بنختار اليوتيوب الاكونت بتاعنا، الريسورس فيديو زي ما هو، الاوبريشن ابديت، او نغيرها ونعمل ابلود، عايزين نرفع الفيديو نفسه. طيب هنا لو جينا بصينا هو محتاج تايتل عشان يرفع الاسم بتاعه. طب لو انتوا تفتكروا احنا كنا هنا في الشيتس بتاعنا، احنا كنا مسجلين اوريدي اسم الفيديو او التايتل بتاعنا اللي هو اسمه تيست فيديو، ده التايتل اللي هيكون على اليوتيوب. وبرضو كنا مرجعين شوية داتا زي الستاتس، الديسكريبشن، والديت. لو جينا هنا هنلاقي ان احنا محتاجين التايتل. طب هنجيبه من فين؟ هندوس على تيبل، على سكيما، بعد كده هندوس على الانستنت بتاعت get raw in sheets ونعمل دراج للتايتل بحيث ينزل على طول اوتوماتيك. الريجن كود ممكن نختار مثلا هينزل في أي منطقة. الريجن بتاعنا دي من ضمن الانستنت بتاعت يوتيوب، هنكتب ايجيبت، وبعد كده الكاتيجوري بتاعه اي الفيديوهات دي هتكون اني كاتيجوري. خلينا نقول ان دي هتكون ساينس اند تكنولوجي، والداتا بتاعتنا باينري، الانبوت باينري فيلد ده اللي هو انهي فيديو انت عايز تعمله داونلود. لو جينا بصينا هنا في داونلود فايل هنلاقي ان الداتا بتاعتنا الفايل بتاعنا كان اسمه داتا فايل باينري. فانا لو كتبت له هنا داتا هو هيعرف ان الفيديو ده الاخير الباينري بتاعنا اسمه داتا، هو هيعمل له فيتش اوتوماتيك لوحده. طيب وفي عندنا كذا اوبشنز نقدر نعملها. نقدر ناد اوبشن الديسكريبشن بتاع الفيديو هيكون عامل ازاي. هنروح على السكيما الجيت رو وهندراج دروب الديسكريبشن بتاعنا هنا، بس هو يعمل اوتوماتيك للديسكريبشن بتاعنا. وبعد كده نعمل اد انذر اوبشن لو عايزين نعمل مثلا هو البرايفسي ستاتس، هل انت حابب الفيديوهات دي يتعمل لها بوبلش على طول او نشر على طول على اليوتيوب، ولا تتحط في الدرات لحد ما انت تدخل وتوافق عليها بنفسك من جوه اليوتيوب نفسه. فانا هنا اختار ان هو يتحط في الانليستد. في عندنا 3 اوبشن، برايفت انت بس اللي تشوفه، في البابليك الناس كلها تشوفه، وفي الانليستد احنا هنختار الانليستد. وبعد كده هنعمل اكسكيوت ستيب لحد ما الفيديو يترفع على اليوتيوب. هخلص الستيب دي وارجع لكم تاني. ورجعت لكم مرة تانية. دلوقتي خلاص عملنا ابلود للفيديو زي ما انتم شايفين، رجع لي الاوتبوت بتاعي الابلود اي دي. ده كده معناه ان هو خلاص اتعمل له ابلود وبقى محطوط على اليوتيوب، كل الكونديشنز اللي انا قايل له عليها، الانليستد جيت رو وكل الحاجات دي كلها بالتايتل اللي انا محتاجه. طيب نخش على العملية اللي بعدها اللي هي عايزين نابديت الشيت بتاع جوجل شيت اللي عندنا. لو تفتكروا هنا اننا كنا عاملين ان هو سكادول، عايزين نغير سكادول دي ان هو يكون ابلودد كل ده اوتوماتيك، عشان انا لما بعد كده ادخل على الشيت بتاعي ابقى عارف ايه اللي نزل وايه اللي منزلش. هدخل هنا علامة البلس، اقول انا عايز اد انستنت او نود، ونسيرش على جوجل شيتس، وعايزين نختار update row in a sheet. نفس الكلام نختار الجوجل بتاعنا الاكونت بتاعنا، الريسورس بتاعنا شيت within a document update row. اول حاجه نختارها عايزين نختار مثلا زي ما قلت لكم في باي URL في باي ID. خلينا نجرب المره دي الليست.
انا دايما بفضل ال URL عشان لو ال ID علشان لو غيرنا الاسم بتاع الفولدر بعد كده يبقى سهل على الاكونت ان هو يلقطه تاني. انا ال ID ما بيتغيرش، الاسم هو اللي بيتغير. بس خلينا نجرب المرة دي from a list، وخلينا نختار اليوتيوب اوتوميشن تايم فريم، ده اسم الفولدر. وهنختار برضو نفس الكلام هنا by name sheet 1، او خلينا by ID اللي هو sheet 0. هو انا وانس انا كتبت الزيرو ده هو هيدخل على طول يجيب لي كل الداتا اللي جوه، يعني كل اسامي التيبل، الرو، اسم كل التيبل هنا في تيبل عندنا هنا. وبعد كده الكولم هنا هيدخل هيماتش مانيوال، وعايزين نختار ان هو يجيب الرو نمبر اللي هو انهي واحد. كان زي ما انتم شايفين الرقم 9 10 11 كل الارقام دي ده اسمه الرو نمبر. بس انا هنا عايزه يجيب لي ماتش الرو نمبر مع ال ID ده. لو تفتكروا هنا هو كان في الداتا بتاعتنا عايز يخش لي على طول يجيب لي الرو نمبر. وبعد كده بعد ما يدخل يجيب لي الرو نمبر ده عايزه يغير لي الستاتس هنا بتاعتي باي كلمه انا عايزها. فانا عايز اقول له خليها لي ابلودد، عايزه هنا يخليها لي ابلودد. بعد كده بعمل اكسكيوت الستep نفسها واعمل سيف. عادي اكسكيوت تاني. هو هيعيد البروسيس تاني عشان هو ملقطش الداتا الأخيرة، لازم تتعمل من تاني. يعمل أبلود الفيديو. تمام، هو اوريدي عنده داتا هنا. تمام، وقال لي لود اكسكيوتد سكسسفولي، ده معناه ان هو خلاص غيرها لأبلود. لو دخلنا بصينا هنا انها اتغيرت لأبلودد فعلا. الستيب اللي جايه دي كلها دي اختياريه لو احنا عايزين نعملها او لا. او لحد هنا ده انت كده عملت الاوتوميشن بتاعك سيستم كامل، بيدخل يجيب الداتا، بيعمل سيرش للفايل، بيابلود، بيعمل داونلود، بعد كده بيعمل له ابلود على اليوتيوب، بعد كده بيغير لك الستاتس بتاعتك لحد ما يكون ابلودد. الخطوه اللي جايه دي اختياريه لو انت عايز تعملها او لا. انا فكرت وقلت طيب بعد ما انا اعمل داونلود للفيديو ده مش عايزه يفضل قدامي، انا عايز افضل على طول حاطط الفيديوهات اللي قدامي هنا اللي لسه متعملناش ابلود. فانا عملت كريت فولدر تاني اسمه بوستد جوجل درايف، بحيث هو يسيرش عليه وينقل لي كل الفيديوهات اللي اتخلصت يحطها لي جوه الفولدر ده. هنعملها ازاي؟ هنعمل بلس، هنسيرش على جوجل درايف، وبعد الجوجل درايف هنسيرش برضو على سيرش فايل اند فولدر. وهندخل نفس السيكونس ان هي السيرش فايل اند فولدرز اللي احنا عملناها قبل كده. فندخل هنعملها هنعيدها هي تاني، ان هو يخش ويجيب لي نفس الفايل، فيكون نفس الداتا اللي احنا عملناها قبل كده. بس السيرش كويري بتاعي هيكون هنا، اقول له خش جوه الفولدر ده هات لي الفايل اللي اسمه فيديوز بوستد، خش اعمل سيرش على الفولدر ده اللي هو ده فيديوز بوستد. تمام، بعد ما بيدخل خلاص اتاكد ان هو جوه. تمام، من اكسكيوت الستاب دي، بيقول لي في بروبلم. ساعات بيضطر ان هو يعيد الفلو تاني عشان يقدر يشتغل معاك، دي حاجة عادية جدا بتحصل. تمام، وهو كده لقى الفايل اللي احنا عايزينه. الخطوة الأخيرة موف الفايل نفسه. هنسيرش تاني على جوجل درايف ونعمل موف
move file، وهنقول له عايزك برضو تختار جوجل درايف، سورس بتاعك فايل، اوبريشن موف، هتموف الفايل انهي فايل باي اي دي اللي هو تمام ده السيرش الاولاني. عايزك تموف الفايل ده اللي احنا جبناه من الفولدر ده، وهتوديه برضو ماي درايف، وعايزك توديه مكان الفولدر التاني هيكون باي اي دي. طبعا نجيب الاي دي من فين؟ احنا اوريدي جبناه لما عملنا سيرش المره اللي فاتت على الفولدر، لقيناه، جبنا الاي دي، دراج ودروب، نعمل اكسكيوت البروسيس. استنى بس كام لحظه لحد برضه نفس المشكله بتاعتنا. عايزين نسيب، ارجع لكم بعد ما البروسيس دي تخلص. طيب ورجعت لكم تاني، البروسيس شغاله دلوقتي، تعملها رن وخلاص، هتعمل ايه سكسسفولي. ده معناه ان هو خلاص نقل الفايل اللي احنا عملناه على يوتيوب من الفايل ده لحد الفولدر التاني. فلو بصينا هنا في الفيديو بوستد هتلاقي موجود ان احنا خلاص ايه عملنا له موف. بس كده، ده كده البروسيس بتاعتنا، وده الفلو بتاعنا اللي احنا عملناه. بنعمل له سيف، ولو عملناه من inactive لأكتف خلاص ده معناه ان كل يوم الساعة 12 بالليل نفس البروسيس دي هتحصل. ازاي نقدر نكسب فلوس من الأتمتة؟ تقدر تدير قنوات يوتيوب لناس مش عندها وقت. دي خدمة، تقدر تعمل خدمة سكادولينج كفريلانس على Upwork أو Fiverr. تقدر تستخدم الأتمتة مع المحتوى بتاعك نفسه علشان تزود دخلك من الإعلانات. تقدر تربطها مع أنظمة زي تيك توك والإنستجرام، تعمل كروس بوستنج وتزود المشاهدات. زي ما شفنا ال NetN بيسهل علينا جدا عملية رفع الفيديوهات على اليوتيوب بشكل اوتوماتيك، وده بيوفر لك وقت ومجهود، وكمان بيفتح لك فرص شغل جديدة. جرب بنفسك الورك فلو ده وابدأ تطبيق، ولو عايز نسخة جاهزة من الورك فلو عشان تقدر تعمل كوبي اند بيست وتجرب على طول هتلاقيها تحت الفيديو. واكتبوا لي في الكومنتس تحبوا الحلقة الجاية نعمل فيها اوتوميشن لايه بالظبط او الأتمتة لايه. سلام.